هاي يو جايز، السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. ترينين درا داون الخوت راه مهم بزاف. الا فهمتوا الكونسيبت ديال ترينين درا داون في تريدين بلاتفورم تريدين راكم تكونوا مزيانين. ما تبقاش تخسروا بزاف ديال الاكونت، ما تبقاش تدخلوا في التريدز اللي فيهم الريسك بزاف، اولا مثلا تريديو مثلا واحد الانسترومنت مثلا بحال انكيو ناسداك اللي قاصحه بزاف، اللي الماركت ولا الجولد مثلا الماركت يتحرك غير شويش كتجبر راسك خسرتي 700 800 ديال الدولار. اوكي، التريدين درا داون هو واحد الريسك اللي كيبقى تبعك وانت كتربح، هو تبعك انت كتربح هو كتربح تبعك، خسرتي كيبقى واقف. الا كنتي كتخسر بزاف، عملتي مثلا واحد 10 ديال التريد خسرتي فيهم كاملين، تقدر ترتقل الاكونت ديالك، يعني تبلوي راب. اوكي، وواحد الحاجه اللي مهمه في التريدين درا داون هو فيكس. هو ماشي فيكس، سمحوا لي، هو ماشي فيكس. اوكي، والا وصل التريدين درا داون يعني الخساره اللي عندك وصلت لحد الادنى ديال الاكونت صافي كيتشد. البلاتفورم عندهم واحد السيستم اوتوماتيزي، هي كيتوشي ديك الليميت ديال القاع مره، هو كيتشد لك الاكونت، هو اوتوماتيكمون كيجيك واحد الايميل كيقول لك راه كانت واحد الفايليشن عندك في الاكونت وصافي. يعني خصك نورمال دابا تشري واحد الاكونت جديد. سو تريننج ثريشولد فيه جوج الحاجات. اوكي، فيه فيه اللي هو نورمال، اللي مثلا ربحتي 500 ديال الدولار كما كيشرحوها هنا. المهم نقرا لكم هادشي هذا. starting balance: your account starts with an initial balance and each plan has a specified maximum number of contracts you can trade. بحال اللي هضرنا فيه هنايا. maximum number of contracts 4 10 14. اوكي، بحال اللي قلنا ما كيتبعكش، يعني الا خليتي شي تريد مشى ضدك، ولا كان عندك شي نهار خايب اللي خسرتي فيه 7 ولا 10 ديال تريدز مورا بعضياتهم، صافي غتطرطق ديك الاكونت، ما يكونش عندك ديك سيكوريتي درا داون ولا ليميت اللي مثلا غتوصل له الاكونت ديالك غيتبلوكا حتى على غدا ديالك. max loss drawdown: each plan has a varying max drawdown. For example, a 50k account starts at $47,500, which is 2,500 below the initial 50k balance. اوكي، هذا نورمال، هادو كتعرفوا هاد القضيه هادي. يعني اي اكونت كيكون فيه مثلا كيكون فيه واحد الحد ديال ماكس درا داون، يعني كيكون فيه واحد الحد ديال الخساره. هو اصلا هو ديك الاكونت سايز هو اللي عندك، هو الاكونت سايز الحقيقي اللي عندك. اما هاد 50 كي هادي كي يعني باش تينا تشوفها، يعني باش كتشوفها كتعجبك، كتقول انا عندي 50 كي اكونت. كتجبر ديك اليوتيوبرز كيقول لك I manage 5 million in prop trading accounts. راه الا حسبتي ديك القيمه ديال الاكونت بصح اللي هو كيتريدي، راه ما تجبرش حتى $20,000. فهمتوا؟ ولكن حيت هما شركات كيبقاو يتفاخروا، اذا عندك ال 100 اكونت 100 كي اكونت، عندك 250 اكونت، كاين شركات اللي كيقول لك نقدروا نعطي وقتها half a million trading balance ولا trading account، وهو يتخربق صراحه. حيت في الاصل انت كتريدي ديك الماكس درا داون هو الاكونت اللي عندك انت. بحال مثلا انا عطيتك مثلا 50 كي اكونت، وقلت لك شوف الا خسرتي فيه 2500 ندي لك الاكونت. انا كنعطيك الحق غتريدي، وكل مره ربحتي فيه ربحتي غنتريني لك ديك المينيمم، ديك ماكسيمم لاس درا داون. اوكي، يعني انا نشرح هذه القضيه دابا شويه، ولكن غير باش تفهموا هذه القضيه ديال 50 كاي فيه مثلا 2500. عندك الاكونت ديال 50 كاي، ولكن انت ما عندكش الحق مثلا تجلس في شي تريد اللي تخسر فيها 10000 او لا 30000. لا، اتس امبوسيبل. سو هما كيديوك ديك كي بروغراميو السيستم، عندك الحق غير في 2500. هو الاكونت اصلا اللي كتشري انت، هذا غير باش يكذبوا علينا يسكاميونا بصراحه، باش نبقاو نشريو ديك الاكونت. حيت اذا شفنا الواقع ديال الاكونت، راه انت كتشري غير 2500 ديال الفاليو اللي تقدر تريدي بها، اللي تقدر تخسر ويطرطق ديك الاكونت. الا ما خسرتيهاش وكنتي كتربح، احنا ماشي النقطه يعني الثانيه اللي هي كيكون فيها ديك تريلين درا داون. اوكي، يعني مثلا
هما كيشرحوا هنايا كيقول لك trailing drawdown example. To better understand how the trailing threshold works, let's go through a practical example. Starting balance انت شريتي الاكونت ديال 50k. اوكي. allowed drawdown ركزوا معايا في هذه مزيان 2500. من هذا الاكونت هذا عندك الحق فيه تخسر 2500. شتي انت ملي كتشري مثلا هذا الاكونت 50k اللي هو هذا شتي انت ملي كتشري هذا 50k اكونت انت الصراحه كتشري 2500 ديال توتال. كتشري الاكونت قول ب 270 72 دولار 272 بس تريدي 2500. اوكي كتسمعوا معايا مزيان. كتخلص 272 دولار باش تريدي هذا الاكونت هذا في يعني باش كتوصلون فاندد ستيج يعني في الايفال كتخلص 167 بلس 105 ديال الدولار في ترادوبيت كتخلص 105 ديال الدولار. اوكي هاد ترادوبيت هادي اوكي هادي انا كنستخدم هادي حيت تقدروا تكونوا عندكم كتعملوا هاد السيستم ديال الريثميك عمره ما جربته ما عنديش الاكونت اصلا فيه. فهمتوا يعني كتخلصوا واحد المونطون ديال 272 دولار في التوتال باش توصلون ديك الفاندد ستيج باش تريدي غا 2500 ماشي 50000 غا 2500 ديال الدولار. اوكي هذه مهمه تفهموها بزاف لانه الناس كيسحب لهم بان ملي كيشري هذا 50k اكاونت راك عندك الحق انتينا تريدي باباها كامله وتخسرها كامله وديك الساعه تحسب عليك بانك ترتاحتي الاكونت. ولا سيدي allowed drawdown هو 2500 meaning your threshold begins at $47,500. ونزيدكم واحد حاجه هما يشرحوها هنا. first trade كيقول لك في اول تريد اللي انت عملتي you make $500 ربحتي 500 ديال الدولار and you close the trade وشديتي عملتي ديك take profit داز فيه الكاندل ضرباتو خرجتي من التريد ب 500 ديال الدولار دربح. اوكي now your balance is 50k $500 انت ربحتي 500 ديال الدولار. اوكي and your threshold will update automatically and live to 48,000. so ما بقاتش دابا عندك $47,500 دابا عندك $48,000. واش فهمتوا يعني انت في الوقيته لايف ملي كتكون كتريدي التريلين ديال الدرا داون ديالك كيبقى يتريلك كيبقى يتبعك ربحتي كيتبعك خسرتي ما كيتبعكش. هذه مهمه بزاف الخوت فهموني وسمعوا مزيان. ملي كتربح واخا تربح $5 كيتبعك ملي كتخسر $500 ما كيرجعش للوري كيبقى غير يتبعك. نهار اللي كتخسر كيبقى يتبعك كيجمعوا عليك الخسارات بزاف حتى كتوصل للباتم القاع ديال الاكونت ديالك هو اللي هو 2500. ملي كتوصل ليلو مثلا عملتي 10 ديال التريد وحده خسرتي فيها 700 وحده 2000 وحده 250 وحده $75 وجمعتي كلشي ساوات 2500 الاكونت ديالك كيتشد ما كيبقاش يرجع الاكونت ديالك يرجع للوري حتى لهذا الحد هذا اللي عندك. اوكي هما كيشرحوا هنا يعني second trade during the next trade your balance peaks. هنا خصكم تفهموا مزيان شنو كيقولوا هنا. your balance peaks at $50,500. واش هنا ماشي ربحتي هاد التريد هذا اسمع هنا قال لك you close the trade at this winning trade. اوكي $500 هنا your balance peaks يعني كنتي في واحد تريد open trade والربح ديالك في الاكاونت لايف كتشوف انت في الداشبورد طلعت 50,800 ولكن ما شديتيش التريد بقات مفتوحه ونزلت وبقات نازله حتى شديتيها على 50,100. يعني في الاول كان عندك 50,500 ودابا 50,100 يعني
في عوض ما تشد دابا الربح ديال 300 دولار زائد على زائد 500 هي 800 في التوتال كان يكون عندك 50800. دابا رجع عندك حيت ما شديتيش شي تريد اللي كنتي في الربح، شديتيها ملي كنتي في الخساره. 501 ديال الدولار. يعني تنيتي ديك تريد ترجع تطلع عاود وما رجعتي بقات هاوده حتى ضربت لك ديك ستوب لوس ديالك وخرجتك من التريد. اوكي your threshold نتوما كتشوفوا غيتبعك ب 300 ديال الدولار، غيتبعك ب 300 ديال الدولار. عرفتوا علاش هاد 300 ديال الدولار؟ حيت هنايا ربحتي تبعك هاد ربحتي 500 ديال الدولار تبعاتك من 47500 تبعاتك 48000. ولكن هنا ما خرجتيش من ديك تريد، يعني تريد طلعت بيكت اب، يعني تقدر تكون هي بيكت مثلا طلعت من واحد مثلا ماشي 300 ديال الدولار، ولكن تقدر تكون وصلت ل 700 ديال الدولار ولا 1000 ديال الدولار. الا وصلت ل 700 ولا 1000 راه هاد الثريشولد هادي غتبعك، كتبعك في لايف كما كتكون تينا كتريد. يعني علاش هو مهم بزاف تعمل واحد تيك بروفيت اللي لوجيك واللي انت متاكد ان على الاقل التريد ديالك غتوصل له وخصها الضربه وتخرج. ماشي مثلا تخلي مثلا تريد مفتوحه وتخرج تعمل مثلا كلوز، يعني تشد تريد في واحد الوقيته اللي بغيتي انت وصافي. خلي تريد ديالك عمل له واحد تيك بروفيت اللي هو لوجيك، وخلي تريد ضربه باش ما كيتحسبش، ما كيبقاش ما يكونش عندك unrealized profit. حيت هذا هو اللي كيسميو ديك unrealized profit، ديك 300 ديال الدولار اللي ربحتي وما ماشي ربحتي، يعني البرايس طلع فيها وما ديتيهاش، هي كيحسبوها unrealized profit، البروفيت اللي انت ما خديتيهش. اوكي ما خديتيهش. هما كيشرحوها كيزيدوا لك هاد 300 ديال الدولار كتطلع هنا، وحيت انت فوتي initial account balance اللي هو 50k، ان فوا تفوتوا ب 100 دولار كيتبلوكا الحساب ديالك على ديك 100 دولار. هما كيشرحوها هنايا كيقول لك but you only close the trade at 50k $100 your threshold will be كيتبعك. اوكي behind the highest balance reach. behind the highest balance يعني اي بالانس اللي اي حيت كنتي مثلا في واحد تريد وطلعت مثلا جات واحد سبايك، واحد مثلا شي نيوز ولا هذا، والكاندل طرطقت فوقي ونزلت في البلاصه في واحد ميلي سكند، فهمتوا؟ ديك الطرطقه يعني باش طرطقت فوقي، الا ما كانش عندك تيك بروفيت تما وتخرجك من التريد، هذيك الشيء كامل كيتحسب عليك. الا مثلا ديك طلعه والهبطه اللي وقعت في يعني في الميلي سكند كانت 1500 ديال الدولار، راه كتحسب عليك. كانت 250 ديال الدولار وما ديتيهاش كتحسب عليك. يعني الدرا داون ديالك كيتبع ديك اللايف بالانس اللي عندك. الا ما ديتيش شي فلوس اللي كانوا عندك في يدك وما ديتيهمش، بلاتفورمز الغالب ديالهم كيقول لك we don't care what you do with your unrealized profit to us. انت بالنسبه لينا ان كانت عندك لا شونس تشد التريد في هذا البالانس هذا وما شديتيهاش. اوكي حيت ديك التريدين درا داون كيبقى يتابعك حتى كيخرج عليك في الاكونت في الاخر. ولكن هو كيوقف في الفاندد ستيج، ملي كتكون فاندد بعد الايفالويشن كيوقف. هما كيشرحوها هنا كيوقف 50000 في الاكزامبل ديال 50k اكونت، كيوقف 50100 ديال الدولار. اوكي ما كيبقاش يتبعك، ولكن في الايفالويشن كيبقى يتبعك. اوكي كيبقى يتبعك، يعني النهار اللي كتوصل بحال دابا انا عندي واحد الاكونت معاهم فيه 2500 ديال البروفيت يعني في الايفال، يعني باقي لي تقريبا 150 دولار ندوز هذا الايفال هذا. دابا الا عملنا مثلا كالكوليتر، اوكي نوريكم شنو كان عندي مثلا 2800 كنظن 2850 بلس 50k هي 52850 minus 2500. ها هو
الماكسيموم لاست درا داون. اوكي ماشي 47500. دابا انا الاكونت ديالي نزل هاد النقطه هذه اي تطرطق صافي مشى. فهمتوني؟ يعني ما يبقاش. هذا هو تريدين درا داون. ستاتيك ما كيتحركش، ستاتيك غيبقى في 47500. اوكي 47500 وما كيشرحوها هنايا. المهم الخوت هادشي هذا اللي بغيت نشرح لكم، حيت هاد السؤال هذا جاني من واحد الاخ في الكومونتير وجبرت السؤال صراحه. الكيسيون لوجيك بزاف، وحيت كيخربق بزاف ديال الناس كنتمنى نكون شرحت شويه. انا نقدر